أكلة سريعة جدا، لذيذة جدا، وكمان مليانة بالعناصر الغذائية، وتعتبر هيلثي. قبل ما نبدأ نعملها ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. أنا جبت شيش، يعني وراك مخلية. ممكن نعملها بصدور عادي جدا، تبلتها بملح وفلفل اسود وكركم وشوية من الزعتر والليمون. هسيبها تتبل وهنزل بخضار، مشكل اي خضار نحبه، في معلقة واحدة من الزبدة ومعلقة من الزيت. وهبدأ ان انا اشوح الخضار دوت على نار عالية، بس هديله نفس التوابل اللي حطيتها للفراخ. عايزة الخضار ده يتشوح كويس ولونه يبدأ يغير كده عشان يبقى طعمه لذيذ. شايفين اللون ده؟ هو ده المطلوب. هنزل بقى بنص كوباية مية كده علشان تسوي الخضار. هغطي عليه واسيبه على نار هادية لحد ما يستوي. رفعت الخضار ومكانه نزلت بمعلقة زبدة واحدة برضو. هنزل بالفراخ على نار عالية تاخد صدمة كويسة علشان المسام بتاعتها تقفل وما تطلعش ريحة زفارة او طعم زفارة معانا بعد كده. عايزينها تشوح تشويحة كويسة قوي وتاخد اللون الذهبي اللي حضراتكم شايفينه. في الاول النار هتكون عالية، بعدين هبدأ ان انا اضيف لها برضو نص كوباية مية وهدي عليها شوية مش على الاخر، وهغطي عليها لحد ما تستوي. انا كان عندي صدرين فراخ بايتين فزودتهم مع الفراخ دي علشان تسخن وتاخد من طعمها. كده تمام، الفراخ استوت. احنا مش عايزينها تنشف خالص، عايزين فيها شوية صوص كده. طفيت النار وهضيف عصير ليمون. هنقدمها بقى مع المكرونة، وكده هيكون عندنا طبق متكامل لذيذ جدا وسريع جدا. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وكمان اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد. واكتبوا لي في الكومنتات رأيكم في وصفة النهاردة، وتحبوا نعمل ايه وصفات تانية. اشوفكم في فيديو جديد على خير.